تعالى اقولك على سر تخزين التوم من السنة للسنة في المعلقتين دول. تعالي تابعي معايا الفيديو وشوفي هقولك ازاي تخزني التوم من غير ما يصفر معاكي ومن غير ما يعمل اي ريحة معاكي في الفريزر. تابعيني وهتعرفي كل الاسرار تخزين التوم ان شاء الله. انا هدى ودي قناتي، لو اول مرة بتتابعيني يا ريت نعمل لايك ونعمل اشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على قصتنا النهاردة يا زهرة الكون. قصتنا النهاردة تخزين التوم من غير ما يصفر ومن غير ما يعمل معاكي ريحة في الفريزر. اول حاجة هتجيبي كمية التوم اللي انت عايزاها، عايزة 10 20 زي ما انت عايزة. تمسكيهم الاول تقشريهم، ولو عايزة تشيلي القشر وتعمليه توم باودر برضو مفيش مشكلة. قشري التوم اللي عايزة، يعني اللي فيها قشرة شيليها، واللي ما فيهاش اللي هي صغيرة خالص سيبيها عادي، على حسب طبعا التوم اللي انت جايباه. التوم اللي انا جايباه بصراحة فصوصه كبيرة، فانا اضطريت اني انا اقشره كله، عشان كده هيطلع معايا كمية قشر حلوة خالص. دول 2 كيلو انا عملتهم وصفوا معايا على 600 جرام، وسبت بس كام راس منهم، يعني ما عملتوش كله ال2 كيلو. هنشوف المكونات مع بعض في السر تخزين التوم بتاعنا. زي ما قلت لك، لو عايزه تشيلي القشره شيليها، نضفيه كويس وبعد كده تعالوا نشتغل فيه. انا بصراحه خدته ونضفته زي ما انتوا شايفين، وطلع معايا قشرة عشان الفصوص كبيرة زي ما انتوا شايفين فهو اتقشر معايا، لكن الفصوص الصغيرة انا ما قشرتهاش، سبتها بقشرها عشان ماسك فيها، لكن الكبيرة بصراحة بتبقى سهلة وبيتقشر معاك. تعالي نشوف بقى هنعمل ايه. هتجيبي الكبة بتاعتك، اهم حاجة الكبة بتاعتك. دول 650 جرام. هنشتغل على اساس انا هقولك مكونات كيلو ونص كيلو، ده انا هعتبره كده نص كيلو، هشتغل على اساس انه هو نص كيلو. هحط الكمية طبعا على مرتين في الكبة دي. كبة ليها زمن عندي، يعني ما تقولوش شكلها مصفر ليه، طبعا من كتر الاستخدام. حطينا معلقة ملح ومعلقة سكر، والمكون الأساسي والرئيسي معانا معلقة الخل ومعلقة السكر، وهنحط معلقة من الزيت. ده نص كيلو من الثوم. هتحطي معلقة خل ومعلقة زيت، وهتحطي معلقة سكر، وهتحطي معلقة ملح كبيرة. بس كده تمام. دي كده معايا نص الكمية، يعني نص كيلو، يعني دول كده اعتبريهم ربع كيلو. حطينا معلقة الملح ومعلقة الزيت ومعلقة الخل ومعلقة السكر، وبس هنكمل مع بعض. انا هفرمهم كويس زي ما انا عايزة كده. لو عايزاه خشن خليه خشن، يعني شيلي حبة خشن وحبة مثلا ناعمين خالص. انا هفرمه ناعم خالص علشان اشيله كده في الفريزر بتاعتي، زي ما انت شايفة كده بالظبط بالكبة، واشتغلي فرم. هحط هنا بعد ما فرمته هجيب اي بولة جنبي واحط فيها طبعا زي ما انت شايفة كده يا زهرة الكون. وصلوا على النبي كده في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهم حاجة تصلوا على النبي والاستغفار يا زهرة الكون. بس هنحط باقي الكمية، دول باقي كده نص كيلو. هنحط هنا معلقة ملح بس، عشان انا حطيت سكر وحطيت زيت وحطيت خل، يبقى نص كيلو هياخد معاكي معلقتين ملح، معلقة سكر ومعلقة خل ومعلقة زيت. بعد كده بعد ما افرم اللي هو الجزء التاني، هجيب الجزء الاولاني واحطهم كلهم مع بعض عشان ياخدوا من الخل وياخدوا من السكر وياخدوا من من الزيت. هحطهم كده على بعض وافرمهم كلهم مع بعض. عشان نص الكيلو هياخد معاكي معلقتين ملح، معلقة سكر، معلقة زيت، معلقة خل. وهقولك من المعلقتين الرئيسيين الاساسيين ما تستغنيش عنهم في تخزين الثوم، اللي هم هيدوك اللون الابيض ومش هيصفر معاكي ومش هيدي معاكي ريحة في التلاجة. هقولك في اخر الفيديو، تابع الفيديو عشان اقولك عليهم الاساسيين هم. بس كده دي كل الكمية. وهنجيب علبة ونحطهم في العلبة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين لونه ابيض ازاي؟ هيقعد معاكي ابيض لمدة سنة كاملة، وهيقعد في الفريزر ومش هيجمد معاكي، يعني لما تاجي تاخدي منه مش هيجمد معاكي ان شاء الله باذن الله. وصلوا على النبي كده في الكومنتات. تعالوا نعرف المعلقتين، معلقة الخل ومعلقة السكر. معلقة الخل هتخلي لونه ابيض ومش هيصفر معاكي، معلقة السكر مش هتخلي فيه ريحة معاكي في الفريزر. هما الاساسيين دول.
معلقة الزيت هتخليه عشان ما يجمدش معاكي في الفريزر. والملح كده كده محسن طبيعي طبعا لأي مأكولات أو أي حاجة احنا بنعملها. ده القشر اللي هنعمل التوم البودرة